عليكم الدراري، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. اليوم عندنا حصة الصدر، ديما كنتلاقاو في حصة الصدر صراحة الله. مازال ما كتبتش انا نبارطاجي معكم حصص اخرين يعني الميسك الاخرين. المهم كلشي خير، شوية مريض اليوم عيان، ولكن رغم هذا الشيء غادي نصورو ان شاء الله فيديو نبارطاجي معكم فيهم المعلومات اللي قادر انني نعطيهم لكم اليوم. نحاول انني نصور هذا الفيديو هذا واخا مريض باش يبين لي راه ضروري تستمر وتنضبط على الحاجه، يا مريض يا مهلوك، حاجه بديتيها خصك تساليها. ما كاينش الاعذار، ما كاينش اكسكيوزز. الصباح فقط درت الكارديو ديالي واخا ما قالش عيان، طبيعي شويه ديال البرد، كنعرف ان فطرت حتى كتكون شويه المناعه قليله، تكون الجسم حساس. اي حاجه بغاتي تقدر تتفاعل معاها. اش اللي كاين البروغرام ديال الصدر مختلف على اللي قبل، بروغرام جديد، تكنيكات جداد غنبارطاجي معاكم وندردشوا شويه، نجاوبوا على اسئله ونبارطاجي معاكم هادشي اللي غادي فيه. ما بقى والو، عطني لي 20 يوم صراحه العيا بدا عليا، بديت كنتسخسخ الهلاك المبين، ما جيتش كل نهار كنفكر واش نكمل واش نحبس، واش نكمل واش نحبس، واش نكمل واش نحبس. وما عارفين 3 سنين ما شاركتش، 3 سنين ما شديتش ريجيم قوي، 3 سنين ما دخلتش في هذا الروتين هذا، 3 سنين ما كنفيقش بكري يوميا، 3 سنين ما كنقدرش ناكل واحد 6 وجبات في النهار مضابطين بالوقت ديالهم. يعني ماشي شي حاجه اللي ساهله، ف غادي تصعب. نبداو بالدمبل انكلاين، ندير 4 سيريات فيه ودروب سيت. واش نقدر نبني عضله في نفس الوقت نحرق الدهون كوتش؟ يمكن لك واحد الطريقه سميتها ريكومبوزيشن، اعاده تشكيل الجسم. يعني اللي خاصك تجي ترفع من البروتين ديالك الاحتياج ديالك في اليوم، تخدم تمارين المقاومه مع تمارين الحديد. بزاف منهم تيخدموا غير تمارين المقاومه وما تيخدموش الحديد. الا خدمتي تمارين المقاومه بحال هي كارديو فرا كتكون تحرق الدهون، ولكن ما عمرك تشوف لي مسكل، ما عمرك تشوف شكل ولا جمعتي بيناتهم، فرا غادي تكون ضربتي عصفورين بحجر واحد. نعس بكري، نعس مزيان، كيقلك الاحتياج ديالك من البروتين يدخل، الاكل ديالك يكون كله منضبط، تكون ملتزم. والناس اللي كيستافدوا من هذه القضيه هذه وعندهم واحد السرعه باش يتفاعل معاهم الجسم انهم يحرق لهم الدهون يبنيو العضل، هما الناس اللي مبتدئه والناس اللي غليظه عندها لاكريس كثيره بزاف، والناس اللي كانت قاطعه على الصال اللي ترجع. هاد الثلاثه غيستافدوا من هذا السؤال 100%. كوتش، شحال من ساعه خاصني نتمرن في الاسبوع باش نحصل على نتيجه مزيانه؟ شحال من ساعه خصني نتمرن في الاسبوع باش نحصل على نتيجه مزيانه؟ هو غيختلف من جسم لجسم. واحد الانسان اللي غيكون عنده لاكريس كثيره وعز في البوا راه غيكون عنده ليام كثار. واحد الانسان اللي غادي بيكسب الماسل ديالو واحد الفورمه زوينه غيكون عنده ليام قلال وساعات قلال من جسم لجسم. ولكن ماكسيموم 5 ايام، ماكسيموم 5 ايام. تريني يومين وارتاح نهار، ولا تريني 3 ايام وارتاح نهار، ولا تريني نهار وارتاح نهار، تريني نهار وارتاح نهار. في الساعه في لاصه ما تفوتش 45 دقيقه ديال الميسكيلاسيون. الا زدتي عليها كارديو راه تولي واحد الساعه ونص حتى ساعه و40 دقيقه فكافيه. وحاول انك تدخل الاحتياج ديالك اليومي من البروتين من الفات من الكارب، وما تخاف حتى شي حاجه.
كوتش، واش المعده واش لونطريمون على معده خاويه واش مزيانه لحرق الدهون؟ مزيانه، ولكن لواحد فئه الناس. يعني الا كنتي كتمشي كتريني على معده فارغه وشفتي راسك عندك القوه والجهد وما كيأثرش عليك لاصال وانت ما واكل والو ومعدتك خاويه، فراه ما كاينش مشكل. تريني على معده فارغه ما كاينش مشكل، ولكن الا كان تيأثر عليك خذ شي وجبه خفيفه قبل الحصه عاد مشي تريني. كوتش، واش لي ماشين تغني عن الاوزان الحره؟ لي ماشين واش كتغني على الاوزان الحره؟ لا، ما عمرها كتغني على الاوزان الحره، مستحيل. لي ماشين كيبقاو ماشين، التمارين الحره كتبقى تمارين حره، وتمارين العزل كيبقاو تمارين العزل. التمارين الحره كيخدموا لك ميسكل الكتاف باش يعاونوك في حرق الدهون. التمارين ديال لي ماشين فراهم هي تمارين كيخدموا واحد الميسكل اخر بوحدو. مثلا عندي انا درت انكلاين، مشيت للماشين انكلاين راه كان اكتيفي هذا الانكلاين هذا بوحدو، ما كيتاكتيفي حتى شي حاجه اخرى. التمارين الحره راه الا مشيت ندور بار انكلاين راه غنخدم انكليني وغنخدم الكتاف وغنخدم تريسيبس. فشوف انت شنو باغي، واش باغي تمرين يبني لك لي ميسكل بزاف ويحرق معاك، ولا باغي تمرين يخدم لك واحد الميسكل بوحدو. وتمارين العزل فراهم باينين، تمارين ديال الكابلات كيعزلوا لي ميسكل على ميسكل، هذا هو الفرق. كوتش، واش نقدر نكتفي بالتمارين في البيت باش نحصل على واحد النتيجه مزيانه؟
الا كانت الجينيتيك ديالك زوينه فراه ممكن تحصل على نتائج زوينه الا كنتي كدخل الماكروز ديالك كامل. اما الا كان الجسم ديالك خص فيه بزاف ديال العيوب وخصو يتخدم فراه ضروري من لاصال ولا بدا. كانك كتقول لي بحال قلتي لي غادي نقرا ونولي واعي في القرايه وانا ما مشيتش للمدرسه، ما يمكنش. ضروري نمشيو للمدرسه ولو في الدار كنديروا مراجعه بحال فوق في لاصال. ضروري خصو تمشي لاصال باش تبني حيت دارك ما فيهاش ثقل، ما فيهاش واحد الوزن، فيها وزن ديالك اللي هو محدد تيبقى 60 كيلو ولا 60 كيلو غادي تخدم بها ديما. يعني المسكل ديالك غيولي تقريبا بحال الكاليستيني ولكن ماشي كاليستيني، حيت في الدار ديالك تقدر دير الكولا، تقدر تربط الاكسيون، تمارين محدده غتدخل في الروتين غتولي ممل. فلا بدا من لاصال لا ولا لا باش تحصل على جسم زويون. كوتش واحد السؤال اخر، واش ضروري المونطريمون كل يوم ولا ضروري من الراحه؟ غنجاوبك واحد الجواب اللي كتعيش انت كل نهار. واش ضروري تخدم انت كل نهار وما ترتاحش شي نهار؟ تمام. نفس السؤال ما يمكنش. غنجي نقول لك بغيت تخدم واحد الخدمه ولكن غتخدم طول الشهر ما كاينش الراحه، غتقول لي لا ما يمكنش بغيت نرتاح. حتى الكور تا هو راه بيرتاح، حتى المسكين تا هو بيرتاح. هذا اكبر جواب غنجاوبك عليه. لا بدا العضله خصها ترتاح، خصها واحد الريكافوري، خصها واحد الاستشفاء عضلي باش تعاود تبني الانسجه ديالها باش تلقاها واجده باش تعاود ترينيها باش تبقى كتكبر. اما تبقى كتريني كتدخل فواحد حالات الارهاق، ستريس في العضلات، العيا، التعب، الروتين، الملل، كتعد في لاصال بدافع انك الا ترينيتي بزاف غتشوف نتيجه دغيا، ما غتشوفش نتيجه دغيا. هو هادشي اللي كاين. كوتش واحد السؤال اخر، واش التمارين القاسيه الهيت كارديو احسن من التمارين ديال الحديد؟ ما كايناش حاجه احسن من حاجه، ولكن شوف انت اش غادي تختار. التمارين ديال الهيت كارديو فراك غادي تحرق الدهون ولكن ما غاديش تبني عضل. التمارين ديال الحديد راه غتحرق الدهون وغتبني عضل، حيت كل ما تبنى العضل كيحرق لك الدهون الراسو، ولا قدرتي انك تجمعهم بجوجهم فراه يكون احسن لك، غيكون افضل. كوتش بالنسبه لك شحال من يوم خاصنا باش الجسم ديالنا يتغير؟ شحال من يوم خص التغيير؟ نعاودو نجاوبو نفس الأجوبة. راه من جسم لجسم كاين اختلاف، كاين اللي غيحتاج 3 شهور، كاين اللي 6 شهور، كاين اللي شهرين، ولكن
بالنسبه للنفسيه ديالك راه من 2 سيمانات حتى 3 سيمانات غتحس بالنفسيه ديالك بدات كتغير مع التدريب. اما الشكل الجسم ديالك راه من 6 الاسابيع للفوق، 6 الاسابيع 12 اسبوع عاد بدات تشوف تغيير في الجسم ديالك. كوتش، هذا السؤال هذا مهم بزاف للطلبه واللي تيكونوا خدامين بزاف، واش يقدروا يتمرنوا واخا انهم ما عندهمش الوقت بزاف؟ ما كاينش شي حاجه سميتها العذر الا بغيتي حاجه توصل لها، يعني ما كاينش عذر. تريني وانت كتقرا، تريني وانت كتقرا وكتخدم. المهم ما عندهاش شي عذر، ما يمكنش تقول لي العذر. كاينين دي صالات كيبقاو 24 ساعه 24، كاينين صالات كيبقاو حتى ل 2 الليل، كاينين صالات كيحلوا مع 6 الصباح. شتي غير واحد 35 دقيقه كافيه، وهي 3 ايام في السيمانه كافيه، فراه ما كاينش عذر، يعني انا ما بغيتيش. شكرا كوتش. عندي لك اخر سؤال، واش المكملات ضروريه باش تضخم الجسم ديالنا لا ماشي ضروري، ولا ما يحتاجوش؟ ماشي ضروري. نضخم غير بالماكله وبالراحه والتدريب ديالي. ماشي ضروري باش انا ندخل المكمل باش نشوف واحد الفورمه، ولا ندخل المكمل باش نشوف ولا نصحى. غير هوايه علاش خرجوا المكملات. مثلا انا الماكروز ديالي في النهار مثلا 150 غرام ديال البروتين، ما كنقدرش نجيبها من الماكله. كنشري البروتين، كنلتجئ انني نشري البروتين 2 سكوب ولا سكوبه كيوصلني ل 150 غرام ديال البروتين في النهار ديالي. هذا هو المكمل. والكرياتين حتى هو كيعاوني، يعني هما هي واحد حوايج اللي ثانويين كيساعدوا الكور ديالي. هادشي كاين، يعني قادر انك توصل للفورمه زوينه بالماكله، ما تحقرش الماكله. راه هي يا رجال الله، راه 95% راه كاع الناس واحده في الماكله. تجيبهم لونطريما يشري لك الباك البروتين، يحضر لك الفيتامينات، السمون، الراحه، كلشي يجيبو. كتجيبو حتى الماكله ما يقدرش يصبر لك، ما يقدرش يبقى على 5 وجبات 6 وجبات، ما يقدرش. سو الجواب ديالي انك تضخم وتوصل لاحسن نيفوات بلا المكملات. هادشي كاين. شكرا كوتش، كنشكرك على الاجوبه ديالك وعلى النصائح ديالك اللي عطيتها يعني جميع الناس الصراحه. وشنو النصيحه ديالك الاخيره للشباب ولاي واحد صراحه انه باغي يغير حياته؟ النصيحه ديالي هو يتجاه راسو ويخدم على راسو، وكفى بنفسك عليك اليوم حسيب. خدم على راسك.